يعني انا حاولت اقنع نفسي بس طلع العيش والتوميه والبطاطس هما اللي، لكن الفراخ دي حجمها حلو. بس النهارده للاسف حاج درديري مش معانا، يعني باعني ومعزوم بقى عشان هو مشهور وكده، فباعني النهارده وراح يفطر بره، فهنعمل التجربه ديت للاسف لوحدي. يا ريتك كنت معانا يا حاج درديري، يا ريتك كنت معانا. المهم النهارده جبنا فرخه، هناكل فرخه تمام. دي معمول عليها عرض وكان عامل ضجه وكده، وانا بحب اساسا يعني الفراخ الشوايه الصراحه بعشقها، وبالذات لما تكون من مكان سوري. فلقينا عليها عرض تمام، فقلنا لازم ناخد الفرصه ونروح نجيب ونجرب. طلع حلو هنقول، طلع على الله حكايته، ولا كأننا دقنا حاجه، وربنا يعوض علينا في القرشين. هو بيدي الفرخه معاها 2 توميه وتوميه الحراقه ومخلل، يعني 2 توميه اهو. والتوميه الحراقه دي ساعات يعني بتبقى طعمها حلو كده، ما بتبقاش سبايسي جامد يعني. شوف الواحد متفائل صراحه، متفائل. فينك يا حاج درديري؟ بسم الله نبدأ كده، نسمي بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يا جدعان، أولا وده يعني لكل المحلات السوري ومحلات الفراخ الشواية، الفراخ الشواية ما بتتاكلش بالعيش ده، العيش دوت ما بتتاكلش بيه، العيش الصاج، العيش الصاج. المشكلة إن هو مديني العيش ده مع الفراخ، أنا الفراخ طالما فيها تومية يبقى لازم معاها عيش صاج بتاع الشاورما اللي هو ده رحت انا جبته. العيش دوت هو بتاع الفراخ ديت، اما العيش ده مش هو. ما ده اكنك بتديني فول في عيش كايزر. في حد بياكل فول بعيش كايزر يا عم؟ يبقى ده الفراخ ديت مع العيش دوت. ده ناش بقى، اساله كل اي حد ليه في الفراخ ليش. انا ما لقيتش حد بيحب دي كده، بس الفرخه حلوه، فرخه حلوه بسم الله ما شاء الله. الفرخة دي حلو، حجمها حلو بسم الله ما شاء الله. طبعا هو بيدي الفرخة دي تمام مع 3 ترغيفة من العيش دوت، مع 2 تومية وتومية حر اللي هي سبايسي ومخلل، مفيش بطاطس، مفيش عيش الصاج. انا بحب بقى ده، يعني بحب التتبيله دي على عيش الصاج، واخد حته كده بس هضطر اعملها في العيش ده عشان هي اللي واخده التتبيله. بسم الله نقطع كده. فينك يا حاج درديري؟ كان زمانك بتاكل معايا. ايه ده؟ بسم الله. سلقت جوايا، حطيت ليمون، تتبيل ليمون، ورق لوري، ريحتها حلوه، ريحتها حلوه يا لهوي يا لهوي يا ريحتها جميله. بسم الله. واخدين كده فصاصين. طبعا دي ايه؟ دي هبشة ابو حميد. دي ايه؟ هبشة ابو حميد. خدنا كده نعمل ايه بقى؟ جايبين التومية اللي هي ايه؟ مش سبايسي. وارجع كده، ايوه ايوه ايوه. ونجيب حبة بطاطس احنا اللي عاملينهم، عشان هي ولا معاها بطاطس ولا العيش الصاج.
بس كسعر حلو جدا، حجم الفرخه جميل جدا الصراحه. ده كده جيب حبه اهو كبشه كده. نعمل السندوتش كده، رول كده، نعمل رول. بس الليمونه دي، الليمون ده تتبيلته باينه قوي، حاسس ان يعني مرشوش عليها ليمون، يعني كأنك عمال تعصر ليمون عليها. هي بالنسبه لي يعني الليمون مش احسن حاجه، ممكن تعجب ناس تانية ده قصه الليمون ده. بس احنا ناخد لحمه كده لوحدها. ونشوف مع التوميه. باين، باين قوي الليمون، الليمون باين قوي. انا طعم الليمون ده مضايقني بجد. مش مش طب ناخد بقى من الايه، من السبب يعني، نبعد عن الليمون. بدك شاورمي؟ باشا السوريين انا والله بعشقهم. نقرب الحاجة كده علينا. تمام. كده احسن. خدنا ايه؟ الهبشة من ايه، من الصدر. بصوا بسم الله ما شاء الله، لحمة الصدر حلوة ونضيفة وبيضة كده، تحس ان هي ريحتها نضيفة. بس يا رب يا رب ما يطلع فيها طعم الليمون. انا جديد موضوع فص الليمون ده. نجيب بقى البطاطس نفرد. من ده
حلوه حلوه التوميه السبايسي دي. ونقفل بقى. ماشي كويس. بصوا كده عملنا واحد ايه شاورما بصدر الفراخ الشوايه. ايوه ايوه كده والله. بصوا يعني انا لو كنت دقت الوراك بس بالطعم التوم ده انا كنت اديته 4/10 بالعافيه، والله العظيم كنت اديته 4/10 بالعافيه. بس لا، لحم الصدر جميل جدا. والعيش ده، العيش الصاج ده يعني بيودي الفراخ والتوميه والحاجه، يا لهوي بيخليه. هي دي اللي انت عاوز تاكله. العيش ده فيه سر، بجد فيه سر، بيحلي الفراخ بطريقة رهيبة. يعني طعم الفراخ اتغيرت بالعيش ده، طعم الفراخ اتغيرت. بسم الله. الفراخ حلو. بصوا تعالوا ندوق بقى الفراخ الصدر لوحدها. هي مستوية حلو بس لا الصراحة تتبيلتها مش أحسن حاجة. يعني العيش بس اللي مخليها حلوة والله، تتبيلتها مش أحسن حاجة يعني. يا محظوظ يا ده حاج دردير، حاج درديري محظوظ. طعم الفراخ مش حلو يعني. انا حاولت اقنع نفسي بس طلع العيش والتوميه والبطاطس هما اللي، لكن الفراخ دي حجمها حلو بس التتبيله مش حلوه. والليمون ده تحس ان هو حاطه عشان يداري زفاره بقى، يداري ايه، بس محدش يقول ان انا لا، كانت محطوطه جوه الفراخ. فانا ما شفتش حد قبل كده حاطط، يعني لو حد شاف في فراخ محطوطه جواها ليمون وكلها
طعم الليمون وهي تتبيلتها مش باينه يبقى هات لي. بس انا كده كده يعني انا عاشق للفراخ الشوايه، والله عاشق. ده انا ممكن ابيع الدنيا كلها عشان الفراخ دي. لا، طلع العيش هو يعني انا لو ما كنتش جبت العيش ده انا ما كنتش عرفت اكل الفراخ دي. وربنا يسهل بقى ويعني والمطعم يشوف، اصل هو اكيد مش كل المطاعم حاطه كده. فيا ريت المطعم اللي بيحط كده عشان في ريحه زفاره ولا بتاع، لا يعني يتبلها ويسيبها تاخد وتظبط حالها، واكن هو اللي هياكلها. مش اللي هو انا باكل حاجه ريحتها كلها ليمون واكني معصفر الدنيا. ده يعني حاج درديري حظه من السما. ده بختك بقى يا حاج درديري، الف هنا عليك في فطارك يا حاج درديري. بس ده انا عاجبني الساندوتش ده عشان العيش. مم. فعلا يعني كويس ان انا اشتريتها ساعة العرض. يعني الحمد لله ان انا اشتريتها ساعة العرض. هي كان معمول عليها عرض ان هي ب20 درهم، فجبتها ب20 درهم. فالحمد لله، عشان انا لو كنت جبتها بايام سعرها، وانا الصراحة ما اعرفش سعرها الطبيعي كان كام، بس اكيد بتروح يعني فوق ال35. فايا كان يعني ما عجبتنيش خالص التجربة دي. ويا بختك يا حاج دردير ان انت ما جربتهاش، مع اني هشيله نصيبه عشان يجرب ويقول. بس انا عارف ان هي مش هتعجبه وما عجبتنيش خالص. وكمان مديني عيش انا مش بحبه، وما كانش فيه بطاطس. فالفرخه اللي انا جربتها قبل كده ب10 درهم كانت احلى بكتير. فانا كنت متوقع بقى ورافع طموحاتي ان انا هلاقي ديت احلى بكتير طبعا. بس انا اكلت هنا في الامارات فراخ شوايه حلوه، وهجيبها ان شاء الله واوريكم. بس دي ما ظبطتش معايا خالص. وزي ما انتم عارفين الاكل اذواق، بس الحمد لله ان انا جبتها ساعه العرض. وانصح المطعم، انا مش هقول طبعا اسمه خلاص يعني عشان هو واخد تقييم اقل من 5 معايا، فمش هقول اسمه. بس انصحه ان هو يغير حوار التتبيله ويهتم بنظافه البتاع، عشان عمرو بيلا لو كان جه كل من الفراخ بتاعتك دي، يعني تخيل هو بيقول على الحاجات النظيفه زفره ويطف ويعمل. فلو بقى جرب دي هيعمل معاك ايه؟ ده ساعتها هيقلب الدنيا. الحمد لله ربنا ستر. ومش هقول اسمه عشان بس اكيد اللي هيروح يجرب منه هيعرف ان الفيديو ده انا بتكلم عليه. المكان في الامارات في العين، فمش هقول اسمه. بطني متبغص. فين يا حاج دردير؟ اقول لك اقفل يا حاج دردير. عايزين بقى حد اقفل.